السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان: هل يا دكتور لو عندي القولون العصبي ممكن يعمل لي جفاف في الفم او ممكن يعمل لي رائحة كريهة؟ اقول لك طبعا. ازاي؟ طب الكلام ده لما تيجي تصاب بالقولون العصبي، يكون عندك القولون مش متظبط يعني، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة عندي بيصاب الشخص ده بضيق في التنفس. اول ما يصاب بضيق بالتنفس بيؤدي ذلك الى ايه؟ انتفاخ المعدة بالغازات، وتبدأ ان المعدة تضغط على الحجاب الحاجز. اول ما يضغط على الحجاب الحاجز يضطر المريض بدل ما يتنفس من مناخيره يتنفس من بقه، فده يعمل له جفاف للعاب. اول ما يجف اللعاب يبدأ انه فمه دلوقتي كله من جوه ينشف ويعمل لي جفاف الفم او ما يسمى بالفيروستوميا. قال لك ودايما القولون العصبي برضو بيعمل رائحة فم كريهة. ليه؟ لان القولون العصبي بيعمل امساك، والامساك ده برضو ايه؟ آه بيصاحب معاه رائحة فم كريهة. ليه طيب؟ قال لك لأن القولون لما بيكون فيه مشكلة الأمعاء لازم تنظف نفسها بعد ما تقوم بكل العمليات والوظائف بتاعتها، فلما بتنظفش كويس بتلاقي إيه؟ في رائحة كريهة بتطلع في بقك. دي كانت حلقة النهاردة، عشان ما اطولش على حضراتكم. لو عايزين نكمل في حلقات تانية عن القولون العصبي اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.